استنى. باين علينا بصور في نص اليوم، مش مشكلة عادي، فاهم؟ كبر دماغك، اصل عامل ايه طول اليوم بره، مفيش وقت غير دلوقتي بالليل كلهم نايمين. المهم سويت شوبينج. استنى اوريك من قريب. سويت شوبينج. ده اقل شوبينج في المعادي. ايه داخل المعادي في الموضوع؟ معرفش، ما بهزر معاك طبعا. ده كل ده فيستك كلام فاضي، فاهم؟ مش حاجة يعني، ده طول على الفاضي يعني. عارف زي ما تشتري لبان فكة كده، فاهم؟ لبان مثلا او اي حاجة بالفكة يعني. بعتذر لك، تعالى نخش في المهم. ترى طبعا انت مش شايف ان دلوقتي الفوكس يعني زمانه اتجنن، مش عارف انا فين وازاي وامتى. المهم الشنطة دي بقى فيها ايه؟ تعال نشوف. بس انا افضلك اللي جواها. طب بص، افضلك اللي جواها على السرير هنا كده، بعد كده نرجع تاني. نعمل ايه؟ مش عارف. بس بص، والله ما عارف اعمل ايه. بص انا متحمس للفكرة دي والحلقة دي جدا، بس هنتكلم بعدين. تعال ننفذ دلوقتي. انت لا اخفيكم سرا يعني، انت لو عايز تعرف ثقافة اي بلد جنب بقى التاريخ والحضارة، وان انت تقرا الكلام ده، تشوف الشيبسيات بكل صراحة يعني. دي حاجة من الحاجات اللي انا بهتم بيها، مش عارف ليه يعني. بجد لو الفيديوهات دي جت قدامي بحب ان اهتم بيها، فقلت اجرب. وفي نفس الوقت بصراحة يعني اللي هو ايه، عايز حاجة مش عارف. بس والله الشيبسيات دي وحشاني بجد يعني. الشيبسيات دي انا يعتبر مش هقول لك له اول مره اجربها، لا، في حاجات كتير قوي انا اكلتها قبل كده، ولكن من فتره كبيره يعني. اخر مره نزلت عمان امتى، فاهم؟ ف وفي حاجات على فكره جديده هعرفك كل واحده. في المهم يعني، من غير كلام كتير عايزين نبدا صراحه. في يعني سلسله كده الاول اللي هي امواج، تمام؟ فهنبدا بدي واحده واحده كده، تمام؟ فتعال نطلع الكيس الاول. ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة. تتحسب معاهم وده تتحسب معاهم، هي نفس الشركة اللي هي المدهش، فماشي يعني يتحسب معاهم. بس هم أول تلاتة بس هم اللي أموال بس، والباقي بقى بتسير ربنا بقى، تمام؟ فاحنا دلوقتي عندنا 4 أكياس شيبسي، تمام؟ فتعال نبدأ بالكيس اللي أنا متحمس له الأول. هوريهولك من قريب، لا تقلق. تعال أنا جايلك عشان أنا عارف إن الفوكس في الكاميرا دي عبيط أصلا. تعال كده بقى إيه يعني، والله نستعيد الذكريات والله، لان الحاجات دي انا فعلا مشتاق لها بجد والله. وحشاني قوي الحاجات دي قوي قوي. بسم الله. اول واحد، الريحه لسه ما وصلتليش. عارف بص، بترجع كده فاهم، ريحه تالتة اعدادي كده، مش تالتة اعدادي، تالتة ابتدائي مثلا، فاهم؟ حاجه بالبراءه دي كده. بص ده شكل شيبسي جوه الكيس. احنا عندهم كل واحده واحده طبعا، لان يعني مفيش مكان في البطن. استنى اقرب لك. يلا بينا ندوق اول واحده. امواج. استنى انا ما قلتلكش الطعم ايه، صحيح؟ استنى. دي يا سيدي، يا سيدي الكريمه الحامضه والبصل. بص مالكش دعوه بالكلام، هو بقى حلو والله. بس يعني استنى ايه اسم ار. استنى. بعد ذلك لو تتضايق. بص والله انا مبسوط. خش على بعده. امواج برضو، ولكن ده بالجبنه. افتح عنده. دي كانت لنا واحده كبيره كده من لوحدها، تمام؟ هو نفس الشكل كله، بس هوريها لك برضو، لكن يعني فاهم. التالتة بقى مش هوريك بصراحه، انا زهقت من كتر ما بقوم بعض.
اجمل واحد من غير مجهود، اجمل واحد من غير مجهود اللي بالجبنه. 10/10. ده بقى الحراق شويه. باين عليه. لا بجد، ده اول ما تفتح الكيس ده ريحه على طول، الريحه بتاعته شطه على طول. هو زي اخواته يعني، فاهم؟ مش هخبي عليك والله، لو في حاجه زي كنت جيت لك. فمش لازم اقوم اظبط الفوكس بقى. اتمنى ان يكون الفوكس مظبوط يعني. بص اظبط يا فوكس ارجوك. ندوق يعني. هو انا بصراحه ما بحبش الحاجات الحراقه قوي، لكن يعني هندوق للشفافيه بس ولا للمصداقيه. بسم الله. حراق قوي، حراق مش كويس. ميه يا رب، يا رب ميه. الحمد لله لقيت عصير. نشوف بقى الرابع. رابع حاجه تبع المدهش. وعلى فكره في حاجات تانية تبع المدهش، ولكن هي امواج، هي سلسله كده تمام. في واحد رابع على فكره حراق اكتر من ده، انا مش فاكر هل انا لقيته وما جبتوش لان انا ما بحبش الحاجات الحراقه ومش هستحمل غير ده، ولا ما لقيتوش اصلا. ولكن ده برضه للمصداقيه ممكن احط لك صورته في اي حته هنا، او مش مهم يعني، فاهم؟ كبر مخك شويه. المهم ده رابع كيس معانا اهو. ده بالملح بس، فاهم؟ حتى شكله عادي يعني، شكله عادي جدا، شيبس عادي جدا، مفيهوش اي حاجه يعني تستحق ان انا اقوم لك تاني واظبط لك الفوكس. انا بحبك طبعا، بحبك، بس فعلا فاهم مفيش حاجه جديده والله. هو عادي جدا بالملح. جاي معاه ضيف شرف كده بس يهدي الشطه شويه. على اللي بعده، على اللي بعده. بص ده بقى انا بحبه بقى، ده انا بحبه بصراحه. ده انا فاكر ان انا كان معايا في المدرسه، ده كنت بجيب منه في المدرسه اهو. انت يعني كل الكلام ده طبعا ده ايه؟ انتاج سلطنه عمان. هوريك شكله من الكيس، هوريك شكل الكيس الاول من قدام، واوريهولك كمان من هنا عشان المصداقيه برضه. صحيح اسمه زاكي، ها؟ ريبس ستيكس زاكي. انا مش عايز اطول قوي معاك، فاهم؟ عشان ايه؟ انت ما تزهقش مني بس. ستيكس. هل هظبط لك الفوكس والله، بس الايه المهنيه والاحترافيه والله. يلا بينا. استنى عشان بحبه والله بجد، بجد والله بحبه. جميل جدا، عظمه بالطماطم. خطير ورهيب والله، والله رهيب. عارف طعم الذرة؟ يعني هو مش شيبسي، ذرة بالكاتشب، فاهم؟ بينزل هنا كده، عارف، في قلبك، في القلب والله. هكمله بعد الفيديو والله. فظيع. 10/10 طبعا. المهم نشوف اللي بعده. بص الشنطة قد ايه، ففي زحمة. نجيب ايه مثلا؟ خلينا نستكمل مع المدهش. بص المدهش اللي هو واو، والتاني كان اسمه زاكي، فاهم؟ فبيحاول يعني يجذبك بكل الطرق. طبعا المره دي رجعت لك والكيس مفتوح لان انا اسف والله، انا اسف، بس انا اللي هو ايه، احنا اخوات مع بعض يعني. لسه جاي في بالي دلوقتي ان انا ممكن ان انا اظبط الفوكس واوريك الكيس، وفي نفس الوقت افتح الكيس ورا الكاميرا واوريك اللي جواه في نفس الوقت بدل ما اروح واجي. يعني انت هتستفيد يعني لما تشوفني وانا بفتح الكيس. انا مش عارف يعني، بعتذر لك، فاهم؟ لو متاخر بقى الواحد سهران بيلف في الشمس وكم ده يعني. هو حرق شويه. اوكي. هو مكتوب، لا مكتوب كرانشي، انا افتكرته كاتب سبايسي. المهم طعمه جميل. وده برضو كان عندي في المدرسة على فكرة، بس ده مش عندي في المدرسة كانوا بيبيعوه، لا. في واحد صاحبي معايا في الفصل هو اللي كان بيجيب النوع ده. بس انا اوريكم انا بناكله ازاي. بص طلع مبتكرة جدا طبعا، اطفال بقى وكده. وبص كده وقعت اهي كده. يعني انا بعتذر لو المنظر ممكن يضايقك كده، بس طبعا كنا اطفال فصوابعنا كانت ارفع من كده. الواحد خلاص كبر، فاهم؟ كبر بس يعني مش عارف، الواحد مستني يعقل، بس هو خلاص كبرنا فضلنا نعقل. المهم كده والله كانت احلى ايام. يلا الحمد لله.
بص تعال نجرب ده انا اول مره اجربه. ده انا اول مره اجربه. اسمه مازون، صنع في سلطنه عمان برضه. مكتوب عليه ايه؟ لولبيات الذره الهشه. ده طعم الطماطم، مش وحش، ولكن لو انت قدامك حاجتين بالطماطم فانا لسه برضو برشح زاكي احسن من ده. يعني تحس ان زاكي ده كان فيه مجهود شويه، ده كمان يعني مش عارف ده بالشطه ولا لا، ده بالشطه كمان، ده بالشطه يعني كمان مش عارف ادوق. انا مش ما ينفعش فود ريفيور للاسف. حرق كفايه كفايه انا حرق وقاعد باكل. ماشي نشوف غاليه. ده نفس الفكره برضو، نفس الشكل تقريبا، من شركه نبيل. نبيل دي كانت بتاع بسكوت، بس مش عارف هو ليه دخلوا في سباق الشيبسي. ندوق لان لونها افتح شويه من اللي فاتت. الشطه مش باينه، طعمه يعتبر لذيذ يعني كويس. طبعا نشوف دول، شوف الستيكس دول. تمام كان ليهم تالت بالشطه بس انا مجبتوش بصراحه لان انا قلت كفايه شطه كده. بس هما دول يعني هما كلهم نفس الفكره نفس الشكل. ده تكون فاكر مكسر ولا حاجه؟ لا هو كده. فتحت اللي بالكاتشب ده الاول ندوقه. طعمه كويس، طعمه كويس جدا. ده لو مثلا قاعد بتفرج مثلا على فيلم او مسلسل ده يبقى رايق اوي. عيبه بس اللي هو يعني طريقه التقديم. يعني هو تمام اسمه ستيكس بس ستيك بالحجم ده لا، يعني كان ممكن تكبره شويه، تصرف شويه كمان. بس تاكل كده استنى كده اسهل، مش بالايد، اطلق على طول. مش متوقع حاجه مبهره يعني. ايه ده؟ لا بطاطسية كامله فيه تقريبا، دي مبعوثه بالغلط. كاتشب احسن منها بكتير. وجدنا طفل مفقود هنا تبع المدهش برضو، بس ده بالملح والخل. تعال كان ندوقه. بسم الله. جامد. معانا الاتنين دول من نفس الشركة، اسمهم ايه؟ سرور. تمام انا ماشي. سرور واحد يعني يعتبر ميكس من اللي فاتوا، واحد بالستيكس وواحد اللي هو الحلقات. واحد منهم بالكاتشب واحد بالملح. يعني فاهم يعني الملح ده مش مستني منه حاجة بصراحة. واحد حلقات والتاني ستيكس. حلقات هي والله ما فيهاش اي انبهار اهي. تمام مش مستني منه حاجة. يعني في المدرسة مثلا كنا على طول بنجيب اللي هو 200 بيسة مصروفك، 100 بيسة تجيب بيها العصير، 100 بيسة التانية 50 بيسة تجيب بيها كيس شيبسي، وال50 بيسة التانية تجيب بيها مثلث جبنة ورغيف عيش. يعني ده لو اتحط في العيش والجبنة يبقى ألذ يعني. نجيب الكاتشب نفس فكرة الستيكس بالظبط، نفس الطريقة نفس الشكل. احسن من الستيكس بالكاتشب اللي فات. ده يعتبر احسن منه. طب كده ايه نلم كده في حاجه بالباربيكيو يعني. ده مثلا ده انا اول مره ادوقه، اسمه كوكو، اول مره ادوقه. حلوه كوكو اول مره ادوقه. تمام طب كده نلم كل الحاجات دي لانها نفس الفكره. تمام بص بقى عندنا هنا ده كله يعني يعتبر كله شكلهم مدور او يعني فاهم واخد شكل صباع شويه. تمام ده كوكو، ده بالباربيكيو. وده مينو عمان، ده مشهور جدا، ده من نفس شركه سرور اللي احنا لسه شايفينها من شويه، فهنبتدي بيه
عشان ما نتلخبطش، وفي بوفات. نبدأ بمينو عمان ده كده الأول. تمام. بس مش عارف ماله عامل كده ليه، بس نفس الفكرة. صوابع ندوق الجبنة. بصراحة مش أحسن حاجة ممكن تتجاب يعني. طعم ضعيف. دي حرفيا الرسالة اللي ظهرت على شاشة الكاميرا وانا بصور من غير ما اخد بالي، والكاميرا من نفسها قررت انها تفصل. قعدت اصور حوالي 10 دقايق كمان ما تصورش منهم اي حاجة. موضوع محزن بصراحة. ولولا ان انا في مصر دلوقتي ولسه واخد بالي من الموضوع ده، كان ممكن ان انا اجيب الشيبسيات واكمل واصورهم تاني، ولكن متعوضة ان شاء الله في الاجازة الجاية. مش عايز اطول عليك اكتر من كده. يعني الحمد لله صورت اوترو، الحمد لله. يعني الكاميرا رجع لها الشغف تاني في الاوترو، بس يعني تمام الحمد لله. في افكار كتير لسه جايه وهتتعمل في الاجازه الجايه ان شاء الله في عمان، فاستنوها. يعني بس كده خلاص يعني. ما عنديش حاجه تانية اقولها. لو انت وصلت للدقيقه دي فانا بحبك جدا، انت شخص عظيم وبجد حقيقي مكانتك في قلبي كبيره جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فيديو خفيف كده يعني، بدل كل شويه النزول والفرهضه والكلام ده كله. حبيت بس ان انا اعمل حاجه كده تكسر روتين. الفيديوهين اللي جايين هيعجبوك جدا ان شاء الله. لو الفيديو ده ما عجبكش، الفيديوهين اللي جايين هيعجبوك جدا ويبقى فيهم شغل ومجهود اكتر من الفيديو ده. هو الفيديو ده مش يعني فاهم، زي ما قلت لك مش عايز اصور اللي هو حاجه واو مثلا او حاجه، او ان انا ابهرك بحاجه، على قد ما هي حاجه بتعني لي رجوع شويه لايام انا كنت بحبها في المدرسه. بس كده يعني ما عنديش حاجه تانية اقولها. اتمنى لك عزيزي المشاهد يوم جميل. وبس كده الفيديو خلص على كده. اتمنى لك يوم جميل، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تكون احسن. بس كده كان معاكم عبد الرحمن. سلام. لما انا بشرب سيادتي بسرعه قبل ما حد يجي ياخدها. الله افتكرت ايام المدرسه. الموضوع الوضع اللي بالتراجيدي خلاص. سلام. الواد ايمن ابن احلام كراويه كان ليه قريبه من الكويت، جاب له حاجه جميله قوي من هناك. لو جبتها لي ممكن ناجي. جاب له شيبسي من فوق ازرق ومن تحت احمر، واسمه عماني مشطشط كده.